مع الاسف الشديد اقدر اقول لك ان تقريبا نهايه العالم اقتربت خلاص. طبعا مش عراف اقدر اقول لك هو امتى بالظبط، بس هي خلاص الرسائل بقت واضحه. جاهزين؟ اهلا وسهلا في قصه ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ من زمان وسينما هوليوود بصفه عامه بيبقى ليها اتجاه عشان تأهل الجمهور لحدث هيحصل ممكن يكون كارثي. ويمكن الموضوع ده كان ملحوظ قوي في التسعينات لما شكل الاكشن كان مختلف تماما عن الثمانينات والسبعينات، وكان مركز اكتريا كمان على الافلام اللي ليها علاقه بالعمليات الارهابيه او اللي بتهدد امريكا. الافلام طبعا بتاعت ستيفن سيجال او حتى اير فورس 1 لهاريسون فورد دايما كان بيحدد لك ان في خطر قوي جدا جاي على امريكا. الموضوع ده استمر تقريبا ما يقرب من 10 سنين تجهيزا لاحداث 11 سبتمبر 2001. وطبعا بعد كده برضو شكل السينما اتغير وبقى في توجه نحو بقى العمليات الارهابيه اكتريا يعني. وفي افلام كتير قوي اتعملت ليها علاقه بنهايه العالم نتيجه حرب بيولوجيه او امراض ممكن تؤدي الى نهايه العالم كله. غير طبعا كان فيها فيلم في التسعينات اسمه تقريبا اوت بريك بتاع داستن هوفمان. كان طبعا الاشهر اللي احنا شفناه هو بطولة مات ديمون. هو كان شبيه بنسبة ما يقرب من 90% او اكتر من احداث كوفيد. موضوع الافلام ده مش موضوع عابر والسلام، احيانا بتبقى فيه رسائل خفية بتأهل لحدث او مصيبة جاية، لكن الحدث اللي جاي او التأهيل اللي جاي بيظهر ان امبراطورية امريكا خلاص هتبتدي تنهار. يمكن الافلام اللي فاتت خصوصا من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي بتأكد ان في مشكلة ليها علاقة بامريكا من الداخل وتهديد داخلي امريكا، بداية من فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون اللي هو اكد ان العرق الابيض هو سبب المذابح اللي في امريكا وهو المذنب ولازم يتحاكم. فالموضوع ما كانش خطر خارجي، فهو خطر منهم فيهم. حتى فيلم اوبنهايمر اللي الناس طالعه بيه السما باين لك اصل المصيبه نفسها من امريكا، ان القنبله الذريه اللي غيرت شكل ومفهوم العالم كله هي من امريكا نفسها. المره دي الموضوع مختلف عن زمان. الشرير في الفيلم مش عنصر خارج امريكا بل من داخل امريكا. المصيبه الاكبر كان في فيلم ليف ذا وورلد بيهايند، وده بيكلم لك عن نهايه امريكا واضحه وصريحه ومش عارفين السبب ايه، لكن بيقول لك من الاخر ان هو هيؤدي الى حرب اهليه وعشوائيه وهمجيه داخل امريكا. افلام فعلا قويه جدا اللي عجبتني الفتره اللي فاتت. الفيلم اللي فعلا بيأكد الرساله دي وبيقدمها بشكل واضح وصريح هو فيلم النهارده، فيلم سيفل وور. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? فيلم بكل بساطة بيتكلم ان في حرب اهلية بسبب دخول الرئيس الامريكي في التعديلات الدستورية، وده اللي ادى الى انقسام البلد الى قسمين. حتى الولايات بقت كلها مستقلة عن بعض، ولايات منحازة الى الرئيس وفي ولايات منحازة الى الحرية والعدالة. الموضوع مش مجرد بس نقاش، الموضوع دخل في حرب بجد بقى، ودبابات ومسدسات ومصايب. الفيلم واخد المتفرج او المشاهد في رحلة من عين مصورة حروب. هي بتبتدي تتحرك في مختلف الولايات وتبتدي تسجل بالكاميرا بتاعتها الاحداث اللي بتحصل والمجازر اللي بتحصل بسبب الحرب دي. كمان بتسجل حياة وقوة الثوار ضد الرئيس الامريكي اللي هم بيحاولوا من الاخر ان هم ينهوه تماما. الموضوع مش مجرد محاكمه، هم لازم يقتلوه. فالموضوع فعلا انت ما بتتكلمش على موقف سياسي او اختلاف في وجهات نظر، انت بتتكلم على حرب وانت جوه خط النار. فيلم من الاخر فيلم ملحمي جدا، احداث مشوقه جدا، وفعلا انت قاعد منبهر وقلقان ومتوتر جدا لان عالم الفيلم متقدم من خلال رحله البطله نفسها اللي هي كل اللي بتعمله ان هي بتصور الحروب ودي مهنتها. فالرحله دي بتعدي على ولايات كتير وعلى مشاكل كتير وعلى مصايب كتير. طبعا هي وباقي فريق بتاعها، فهو بيتكلم لك على نهايه صريحه لامريكا، لدرجه ان في الفيلم بيبين لك قيمه الدولار الكندي اعلى بكتير جدا من قيمه الدولار الامريكي. بيتكلم فتره انهيار ومفيش بني ادم في امريكا غيره وهو ماسك سلاح. الموضوع كله، الفيلم كله احداث مشوقه لحظه بلحظه. لكن الفيلم تاني مش اول فيلم ياكد لك
الرسالة الواضحة والصريحة دي. في الآخر نهاية أمريكا هتبقى بناء على حرب أهلية، ويمكن الأحداث العالمية على مستوى العالم، المظاهرات اللي موجودة والاعتراضات اللي موجودة في أمريكا مؤشر على بداية النهاية. حتى المظاهرات اللي حصلت في أمريكا بسبب برضو القضايا الفلسطينية كانت مظاهرات قوية، وكانت ردود الفعل بتاعتها قوية. فهي النقطة مش مهم سبب الحرب أو سبب العنف إيه، لكن هو من المؤكد ان الافلام بتقولك ان في عنف قادم في امريكا، في تهديد واضح وصريح هيحصل في امريكا، ويمكن يحصل انهيار في امريكا. سيفل وور كان من الافلام اللي رسالتها كانت واضحه وصريحه جدا. بس يا ترى هو مجرد فيلم عابر وخلاص زيه زي الافلام اللي قبل كده زي ليف ذا وورلد بيهايند وكيلرز اوف ذا فلاور مون واوبنهايمر، مجرد ان دي صدفه مش اكتر، ولا فعلا ده تأهيل للسنوات الجاية واللي هيحصل السنوات الجاية في أمريكا؟ على المستوى السينمائي أقدر أقول لكم إن الفيلم ده قصة ومناظر وفيلم مبهر، يمكن يكون هو أحسن فيلم في 2024. لكن على المستوى السياسي استنوا رأيكم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟